لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش يقول كده. والله لا يستطيع احد. طب حد يفكر كده؟ طب حد يفكر كده يقرب من مصر؟ ما حدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. لدينا القدرة على ان احنا نحمي امننا القومي بمنتهى الوضوح وبكل قوة. عندنا الفرصة دي، واحنا كمان نأمن مصالحنا، ولدينا ما يؤمن مصالحنا. والتوازن قائم اكتر من توازن كمان. مش واخدين بالكم بقى ولا ايه؟ نبهنا اكتر. لا طبعا التوازن قائم. ما حدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي. طب أعمل إيه طيب؟ إحنا مخبيين كل حاجة، إيه رأيكم بقى؟ والله العظيم عشان بس ما يعرفوش، الناس ما تعرفش ويقول لك إن إحنا بنتباهى ولا حاجة. إحنا جيش قوي قوي. أنتوا فاكرين نفسكم ضعاف ولا إيه؟ إيه ده؟ الناس فاكرة إن مصر دي مصر، دي دولة كبيرة تقدر تعمل كل حاجة. الناس مش واخدة بالها بقى. أنا مستعد ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. إحنا مستعدين. إسرائيل، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. احذروا إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للانعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول